السلام عليكم متتبعين قناة شهوات إلهام، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم الرفيسة المغربية بالدجاج اللي كتجي بنينة وكتجي رائعة. هانتوما كتشوفوا حتى الورقة ديال المسمن كي كتجي رقيقة، كتجي بحال الورقة ديال البسطيلة. ونبداو على بركة الله. بالنسبة للمرق ديال الرفيسة، عندي هنا الدجاج على حسب الكمية، كل واحد شحال بغى يدير. كنشلض معاه 4 ديال البصلات كبار اللي يكونوا مقطعين رقاق. كنضيف عليهم كاس عامر ديال الزيت مخلط ما بين البلديه والروميه. بالنسبه للعطريه، عندي هنا معلقه عامره مزيان ديال سكنجبير ومعلقه ديال الخرقوم. كنزيد معلقه ديال الابزار، وكنزيد كذلك الملحه. هنايا كنضيف معلقه كبيره ديال راس الحانوت، وكذلك ضفت حتى معلقه ديال القزبور يابس ومعلقه عامره مزيان ديال الثومه غبره. صافي كنخلط هادشي مزيان وكنخلي داك الدجاج يتشرب ليا العطريه واحد شويه. عاد من بعد كنشعل عليه ونخليه يتشحر. بالنسبه للثومه، كندير دابا الثومه غبره وكنخلي حتى كيقرب يطيب ليا الدجاج، وكنغسل هكا شي 3 د الريوز ديال الثومه وكنلوحهم هكاك صحاح، كنخليهم يطيبوا معاه. هانتوما هنا الدجاج راه بدا كيتشحر. كنخلي حتى كتبقى تبان ليا ديك البصيله هكا بدات تعسل. هانتوما بحال هكا. صافي هنا عندي واحد الكاس ديال الماء سخون، درت فيه تقريبا 4 معالق ديال السمن وشعيرات ديال الزعفران وكنخويهم في الكوكوط. صافي كنبقى نحرك مزيان. من بعد كنضيف ربيطه ديال المعدنوس. صافي وكنمرق الكوكوط ديالي بالماء سخون. وبالنسبه للحلبه راني ما كنطيبهاش معاها، يعني كنطيبها بوحدها باش ما كتجينيش مجهده. ولا بغيتو تضيفوا هكا العدس ولا الفول، داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. صافي هنا كنسد عليها وكنخليها طيب على خاطرها. بالنسبه للعجينه ديال المسمن ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، يعني ما عجنتهاش معاكم. هانتوما كتشوفوا كي كتجي مطلوقه. يعني درت فيها 2 زلايف ديال الزرع اللي هو مغربل مع 2 زلايف ديال الفورص والملحه، وعجنتها خليتها حتى تعجنات مزيان. من بعد درتها في بلاستيكه حتى ارتاحت. ودابا كنقطعها هكا كويرات ونخليهم عاود يرتاحوا شويه باش من نبغي نسرحهم يجيوني ساهلين. هانتوما هنا غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا. وهنا غادي نحضر معاكم الكاشير. عندي هنا كميه ديال الكبده، على حسب كل واحد شحال بغى يدير. كنزيد عليها الملحه وشويه ديال سكنجبير وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال التحميره. وعندي هنا معلقه تقريبا كبيره ديال الثومه غبره. وعندي معلقه صغيره ديال راس الحانوت والقزبور والمعدنوس. من بعد كنزيد عليهم 3 ديال البيضات. صافي كنطحن هادشي مزيان. غير جربوا هاد الكاشير بهاد الطريقه راه غادي يعجبكم بزاف. صافي حتى كيولي عندي بحال هكا. من بعد كنديرو في بلاستيكات. انا هنا ما توفرش عندي البلاستيك ديال الكاشير، يعني درت غير هادو. صافي من بعد كنبقى نجمع ديك البلاستيكه بحال هكا وكنشدها بواحد الخويط.
هنا كتكون عندي الطاوة فيها الماء غليان يعني طايب مزيان. صافي كنحطهم تما، كنحطهم وكنثقبهم بشي عويد وكنخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم. دابا غادي ندوزو نطيبو التريد. المقله كتكون عندي سخونه، كنسرح دوك الكرات صافي، وكنبقى نحط الاولى ونخليها حتى تشد راسها ونزيد عليها الثانيه حتى كنوصل لواحد الكميه هكا. من بعد كنبقى نقلب فيهم حتى كيطيبوا ليا مزيان صافي. وكنبقى نستمر على هكا، وحده على وحده على وحده، باش كيجيوني ساهلين. هانتوما كتشوفوا كيجي التريد ديالنا راه كيجي رقيق بحال الورقه ديال البسطيله تماما. صافي كنبقى ندور فيهم هكا حتى كيتحمروا ليا كاملين. وهنا هو التريد ديالي فاش قطعته، هانتوما شوفوا كي كيجي، راه كيجي رائع وكيجي زوين بزاف. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح، وهاد المراحل هادو يكونوا واضحين، يعني مبغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف. كنتمنى هاد الرفيسه اللي حضرت معكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وبالنسبه للكاشير هو هنا راه طاب، هانتوما كتشوفوا كي كيجي نقطعو معاكم. غير هنا حاولوا خليوه حتى يبرد عاد قطعوه. انا قطعته هنا باقي سخون، يعني فاش كيبرد كيجي شاد راسو اكثر. هانتوما شوفوا كي كيجي، راه كيجي زوين وكيجي بنين بزاف. حتى الطريقه ديالو راها ساهله، يعني راه دغيا كيوجد. وهي المريقه ديالي هنايا هي طابت، شوفوا كي كتجي خاطره وكتجي زوينه. هنا قبل ما نحطها راه زدت لها شويه ديال راس الحانوت وزدت لها شويه ديال زيت البلديه صافي. خليتها غلات واحد الغليه عاد طفيت عليها. هنا غادي نسقي معكم القصريه ديالنا. كنبدا هنا بعدا بالمرقه، كندير المرقه في الاول صافي، وكنبقى نحط هنايا في التريد. شوفوا التريد ما شاء الله كي كيجي، راه كيجي رائع وكيجي زوين بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ويكون هذا الفيديو خفيف ظريف على القلوب ديالكم. وما تنساونيش بالتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليو ليا، وكثروا ليا من لي لايك باش الفيديو يوصل لبزاف ديال الناس. هانتوما شوفوا المريقه كي جايه خاطره وجايه زوينه. صافي هنا غادي نزينها بهذا الكاشير هذا. هانتوما هي الثومه اللي قلت لكم كنضيفها حتى الاخر. ها هي هنايا عندي هنا 3 ديال الريوس. والتزيين دائما كيبقى اختياري، ممكن تضيفوا هكا البيض مسلوق تقطعوه هكا في النص وتحطوه، ممكن تضيفوا البيض ديال السمان حتى هو كيجي زوين. يعني دائما التزيين كيبقى على حسب داكشي اللي عندك في الدار وعلى حسب كل واحد شنو بغى. المهم هو المذاق في الاخر. صافي والقصريه ديالنا درفيسه هي واجده.
الصراحة راه جات بنينة بزاف بزاف، وكنتمنى حتى نتوما تعجبكم، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.